اسمعوا بقول لكم اني ما بمسحش هذا الفيديو تمام. ف والله العظيم اني كنت نايمة، بس اللي صحاني شعور بالذنب. يعني تقريبا نمت واني عاملة ايلاينر، شوفوا ما يبانش مع الفلتر بس عقبالي خفيف، فما قدرتش ارقد. شفتي لما ترقدي وانتي عاملة مكياج تحلمي كوابيس، تحسي بالذنب من صدق. يعني اشوف ده اسمه كيكة يقول لكم يغسليه كيك. المهم يا جماعة، صحيت من النوم يا ريتني ما قمت. أشوف رسائل بالواتس وأشوف بالفيس يتكلموا على سارة علوان. تعرفوا إيش المشكلة؟ والله أنا بس برقعين إيش كنت أقول؟ والله الموضوع بصراحة يزعل. شوف بقول لكم حاجة، الحكومة والأمن من كتر ما تساهلوا مع المبتزين رجع يعني كيف بفهمكم، والله مش عارفة اني ايش اقول. شفتوا قضية نيرة؟ الرجال الأم يعني هو العين بالعين والسن بالسن، قتل البنت يقتلونه. الآن ما انقتلش، فنشوف جرايم، نشوف واحد بنت رفض نقى مهددة، نشوف حاجات كثيرة. يعني أشغلكم من الأمن من كتر ما هو مستخف بموضوع الابتزاز هذا ويعتبره موضوع تافه، الناس رجعوا يشوفوه يقلدوا. والله العظيم إنه دي الأيام موضة إنه يقلدوا الجرائم، إن كانت ابتزاز، إن كانت قتل، إن كانت تهديد، إن كانت سرقة. لما يشوف إنه هو بلاد أساسا ما فيش حكومة تحاسب على ده، ما يشوف نفسه يعني هو بلاد أساسا الحكومة ما تحاسبش على هذا الشيء، فيستحلوا الموضوع يعجبهم، فيروح غيرهم يعمل. نحن بلاد تعتبر فقيرة والناس ميتة جوع، فرجعت الغاية تبرر الوسيلة. الواحد مستعد يعمل أي شيء، يدخل بأعراض الناس، يسرق، يقتل علشان يحصل فلوس. وأني والله قد قلت تلك الأيام ما حد بيتحرك من ناحية الأمن عندنا بشكل عام بعدن أو بصنعاء، ما بيتحركش من ناحية المبتزين إلا لما بنت تنتحر. وعادوا الآن شوفوهم تحركوا قليل وبيبردوا. يعني اللي يقهر إيش؟ اللي يقهر إنه خلاص زي قضيتنا، اللي يقهر إنهم عرفوا من المجرمين، يعني عرفت منهم، يعني أشخاص معروفين وموجودين، آكلين شاربين خارجين داخلين، نفس قصتنا، وما حد قادر يحاسبهم. يلفوا ويدوروا، يلعبوا بالحكومة لعب وبالأمن كذا بصبعهم الصغيرة، عارفين كيف يخارجوا نفوسهم، إن كان ماديا، إن كان معهم وساطات بالمعرفة، يعني معنويا. بس والله إن الموضوع يقهر. البنت ما وصلتش لمرحلة الانتحار إلا لو هي المسكرة عادة هلا والله الايلاينر. قامت عشان امسحه وجهي مع الربشة، شفت المقطع وقهرت والله العظيم، رحت لبس برقعي قعدت عليه وعلى أعدائي لو ما هدرت في ذا الموضوع، لأنه أنا كان بمكانه بيوم من الأيام وما زلت بمكانه، وهدرنا وتكلمنا، رحنا اشتكينا بشكل قانوني، رحنا نزلنا أسماءهم، وبالنهاية نفس القصة، موجودين وعايشين. ومن كتر ما هم يعني وقحين. تعرفوا إيش المشكلة؟ إنه نحنا كمجتمع جالسين نبرر لهم. يعني إيش معك أنتي لما البنت انتشرت صورها، شخص يهدده، إيش معك ترسلي لفلان أصلا لو أنتي بنت ناس؟ أوكي، قد قالت لهم أني ما رسلتلوش، دخل حسابي اخترقه. أنتي أصلا إيش معك تعملي صور بالحساب حتى لو لصحباتك؟ قد واحدة تانية قالت لهم والله ما كانش بالحساب، هو بجوالي، وانتي ايش معك تتصوري بجوالك؟ انتي بتعملي بذاكرة. قالت واحدة غير مشكلة تالتة ولا عاشرة، والله اني ما كانتش بالجوال، كان بالذاكرة وسرقوا الذاكرة. ايش معك صور؟ ايش معك تتصوري اساسا؟ يعني هم المجرمين ما حد مركز معاهم، يعني ما حد منتقدهم، واخدين راحتهم، هم عادي. اصلا الغلط منك انتي اساسا، ليش تتصوري؟ انتي مالكش حق انك تتصوري. ف ويدخل
ف يعني دخلوا بعرض البنت يدخلوا بعرض أهلهم، وتكون البنت مالش ذنب، يعني ياما من بنات تصوروا بالأعراس. المهم يا جماعة، أنا والله اشتي أقول للبنت هذه الله يعينك ويقويك، ونحن بمجتمع، يعني مش مجتمع، نحن عندنا أمن خرق حرفيا يعني. ف... فمثلا والله ما كانت شي تذكر اسمها، مثلا هذه منى وصقر وغيره ورضوان طبعا رأس الحية يعني الأساسي. لما بدأت المشكلة، انتم دارين انه بدأ الابتزاز من قصتنا يعني، بس من بنات قبلي يعني آخر واحدة تقريبا على يد رضوان والشلة، أنا آخر واحدة تهكرت بعد ما في بنات على يده قفل. فكان قبل، فأنا كنت آخر شخص، تمام اشتغل طيب. فكنت أنا آخر شخص قبل بنات بالمئات، وقفل من ناحيتي، ونسيت إيش كنت بقول لكم. المهم الناس لما تكلمنا واشتكينا ورحنا للأمن ورحنا للشرطة وهدرنا وشاهدنا الناس عليهم، بالنهاية عندكم عايشين آكلين شاربين خارجين داخلين بكل وقاحة، يضحكوا ويختلطوا بالمجتمع. لا المجتمع عامل لهم حد ومحسسهم انهم عملوا حاجة غلط، ولا الأمن ناوي يتحرك معنا يعني أو يعمل أي حاجة. فأنا سقلت الموضوع وانسحبت، وركزت مع علاجي وركزت مع حياتي وبس. والله يقهر الناس يقول البنت ليش انتحرت لو أهلها واقفين معي، لو القصة قديمة. البنت شافت المجرم قدامه، ما حد قادر يحاسبه مريض. لما يكون ما فيش أي رد اعتبار ولا معاقبة لدى الشخص وعايش كأنه ما عملش حاجة، الموضوع يقهر. البنت والله مش من قبيل انتحرت، هم مش يوصلوا نحن هذه المرحلة، مش عارفة كيف. أنا بس من ناحيتي يعني الحمد لله مستحيل أوصل للمرحلة، برت قلبي تعرفوا أنا شو اللي قاهرني؟ إنه أنا كانت صدمتي إن في بنت زي عرض زي بقضيتنا. إيش قلت داخل قلبي؟ قلت خلاص يا بنت الناس، طنشيها طنشيهم وطز، وبيني وبين رب، بيني وبينهم كلهم رب، بنتحاسب بنلتقي، بيني وبين رب نلتقي يوم القيامة. يعني تقريبا أنا لو أسامح العالم كله، ده أنا مستحيل أسامحهم على اللي عملوه. ما ضرونيش يعني وبس، ضروا كتير بنات غيري، ضروا بنات سابوا جامعاتهم، أهلهم سيبوهم جامعاتهم. فنحن حاليا نحاول نعيش كضحايا، نعيش بمرحلة إنه إيش، نتناسى نتغاضى ونوكل أمرنا لله. وكان المفروض هذه البنت ما تنتحرش وتوكل أمر لله. والله العظيم مهما 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 يعني عاشوا بكل وقاحة، والأمن وقف معاهم ومخرجش حقه، كان ربنا بيخرج حقه، وأنا واثقة من ده الشي. والمجتمع ظالم ما بنسيش طبعا، يعني أشوف الناس اللي عملوا بنحنا كذا، في ناس وشخصيات يعني مشهورة مختلطة فيهم للآن، ويكلموهم وداخلين وخارجين معاهم ويعلقوا لهم ويعاملهم كأنهم ما عملوش حاجة، يعني لا الناشطين ولا المجتمع ولا الأمن ولا. يلا قد نحن عايشين كده، وقسم بالله عايشين كده بهبالة، عايشين بهوشلية. فإن شاء الله يا رب ما رجعش عدن، قولوا آمين. والله العظيم مني كل ما فقد لعدن أذكر البيئة اللي احنا فيه به، والظلم اللي احنا عايشينه بشكل عام، يعني غير قصتنا هذه، غير القضايا هذه. أقول يا رب ما رجعش، الصدق قولوا يا رب فاتن ما ترجعش. أنا عن نفسي مش حابة أرجع، والدنيا برد والتلج بيجي قريب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كلهم، وفي كل شخص ضر أي وحدة. طبعا في ناس ما واخدين موضوع، طبعا سارة عندها أدلة، وفي بنت عرفه ما عندش دليل. يعني في ناس واخدين موضوع هذا ما فيش دليل يعني واضح، فلا تتهموش، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. ما متهم عملي، يعني جبنا لكم جزء من الدليل. البنت مسكينة، في واحدة معها قضية زي كذا قهرت عليه، في بنات يكلموني بالخاص مساكين لأني تكلمت على قضيتي يحسبوا إنه في بيدي حق.
فجماعة ويه أنا ما نصرتش نفسي يعني عشان تقول يا بنات استنجدوا بي. في كثير بنات على فكرة يقولي ويقولوا الآن مستغلين فرصة إنه ما فيش أدلة واضحة، وأساسا أي سكرينات أو حاجات زي كده تعتبر عندنا مش دليل، ما عندناش يعني أمن إلكتروني ودي الحاجات. حتى لو عندنا على فكرة، حتى لو عملوا أقسم بالله واحد سمين وبيمسح كل الدليل، هو المحقق بيمسح الدنيا. وبأي منطقة طبعا باليمن كده بيعمل، وبيمسح الدنيا وبيجلس يخزنهم وبيفتهن، والدنيا حق الله، ولا يجيبوا له معرفة ولا يجيبوا له منصب ولا صراحة الموضوع. فنحن نقول حسبي الله ونعم الوكيل، وحاولوا على الأقل أنتم كمجتمع يعني كبيئة إنكم تقولوا لا للحاجات دي، حسسوهم إنهم غلطوا. يا جماعة لا تقصوش تقولي ليش تصورتي أنا في دال. المهم أنا والله ما عاد بكملش الهدرة لأني طولت بقى، والفيديو طويل والنت زفت بعدين وما حد بيتفرج عليه وكانت محسني بالتيك توك مرقد جالسة اتفرج على ام روبن. هلو يا عمري، انا مش قلب ما بتكلمش، خلاص ما بتكلمش خلاص والله كتر بالهدرة، رجعت هدارة. مع السلامة. خلاص انا خدت مني نسيت اقول لكم على حاجة. الناس اللي بيروح فكرهم ده بعيد طبعا، الصور تكون اغلبها عادية يعني واني رافعة، بس اني بنزل حلو يا شيخ انت، واني مبرقعة اني بنزل بإرادتي، ما تجيش انت تبتزني وتهددني وتسرق وتنزل وانت سارق الصور، يعني ما حد رسلك. فاهمين كيف الموضوع هنا يزعل وفي غصب القلب. البنت ما انتحرتش وانا حاسه والله في هنا حاجه، مهما نسينا وتغاضينا ورحنا وجينا وسافرت عند رب العباد ان شاء الله، عند الله من تحاسب بنلتقي.